يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في حلقة جديدة. في البداية لو أول مرة تشوفنا متنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. أهلا بيكم في حلقة جديدة. بيبدأ فيلمنا النهاردة في كاندكان، بتكون مدينة تابعة للملك أكتون وبيستعبد الشعب فيها وبيخليهم يحفروا على عنصر الأنتينيوم علشان يعمل بيه تاج، لأن العنصر ده فيه خواص سحرية هتخليه ملك لا يقهر. وواحد من العمال اللي بيحفروا بيلاقي قطعة من الحجر، وباقي العمال لما بيشوفوها معاه بيبقوا عايزين ياخدوها منه وبيتلموا عليه، ولكن بيجي واحد وبياخده الجندي من جنود الملك وبيديله الحجر وبيطلب منه المكافأة بتاعته، فالجندي بيقتله بالسكينة وبيرميه من فوق الجبل. والعامل التاني اللي معاه بيكون عايز يتحرر من العبودية ويحرر باقي الشعب، فبيجري ياخد الحجر من الجندي وبيطلع بيه على قمة الجبل وبيوريه للناس، والناس بتفرح. والملك لما بيعرف اللي حصل بيقرر إعدامه، ولكن ساعة الإعدام بيختفي الولد من تحت السيف اللي كان هيتعدم بيه وبينزل لمكان في الأرض اسمه مجلس السحرة وبيديله قوة سحرية بتحوله لبطل. وفي الوقت دوت تاج الملك المصنوع من حجر التنتينيوم بيكون اكتمل، والملك بيبقى عنده قوة شيطانية وبتقوم معركة كبيرة بينه وبين البطل بيتدمر فيها القصر وبينتصر البطل، والسحرة بيخفوا التاج علشان ميقعش في ايد اي حد. وكندكاك دلوقتي مدينة زي باقي المدن مليانة بالمرتزقة، وفي أسطورة بتقول لما كندكاك تحتاج لبطل هيظهر ساعتها. بنشوف بقى عصابة مكونة من 3 أشخاص داخلين على كمين شرطة وبيبقى معاهم حاجة تقريبا، ولما بيجي الضابط يفتشهم بيجي عيل صغير يعمل مشكلة مع الضابط ويهرب، فالضابط بيمشي الناس دول وبيطلع من شنطة العربية اللي راكبينها بنت، وبيكونوا العصابة ديت في طريقهم للجبل اللي فيه التاج علشان يسرقوه ويخرجوا بره البلد ويبيعوه لما يوصلوا الجبل. ولما بيوصلوا الجبل بيدخلوا جوه الكهف وبيلاقي عبارات مكتوبة على الحيطان عن بطل كنداك، والأسطورة طلعت حقيقية اللي قلنا عليها في الأول. واتنين منهم بيطلعوا يشموا شوية هوا بره، وواحد بيقع من على الجبل والشرطة بتمسكهم، وجوه الكهف بيكونوا وصلوا للتاج والبنت بتطلع تجيبه، وبتدخل الشرطة جوه الكهف وبيمسكوهم، وبعد كده بتهرب البنت بالتاج، ولكن الشرطة بتهددها تقتل اللي معاها، فبترجع لهم وبتديهم التاج وبتاخد الشرطة منهم التاج وبتقبض عليهم. والبنت بتقرب من قبعة في الأرض وبتقول تعويذة، وبعدين بيحصل انفجار في الكهف وبيظهر شخص ضخم، فواحد من أفراد الشرطة بيروح علشان يشوفه، ولكن بيمسك الشرطي بإيده وبيحرقه أو بيكهربه مش عارف. المهم ان هو خلي الشرطي هيكل عظمي، وباقي رجال الشرطة بيشعلوا ضرب النار فيه وهو ولا همه وبيخلص عليهم. وبتخرج البنت هي واصحابها من الكهف بعد ما اتدمر، وبيخرج هو كمان بيلاقي الدعم وصل لرجالة الشرطة، وبتاخد البنت التاج وصديقها ويهربوا. والدعم الكامل بقى بيكون وصل دبابات وطيارات ومدرعات وجنود وليلة كبيرة قوي، وآدم بيتدرب عليه صاروخين من الطيارات ولكنه ما بيأثرش فيه، وبياخد الطيارات يخبطهم في بعض وبيفجرهم، والجنود تحته والدبابات شغالين ضرب فيه وهو ولا حاجة مأثرة فيه، وبيخلص عليهم كلهم. وبتقف قدامه البنت بالعربية وبينضرب عليه صاروخ، لكن المرة دي الصاروخ بيكون مصنوع من مادة الأنتينيوم نفس المادة بتاعة التاج، وبيتأثر جدا من الصاروخ وبيقع على الجبل فاقد الوعي. بنروح بعد كده لواحد من اللي كانوا مع البنت اللي في الجبل، والبنت دي اسمها أدرينا والواحد دوت اسمه اسماعيل، بيكون بيتكلم مع بعض الجنود في التليفون وبنفهم ان هم عايزين التاج. وبعدين بنشوف شخص اسمه كارتر بيتكلم مع واحدة باين عليها ان هي مجرمة كبيرة اسمها ولر، وبتقوله ان هو لازم يخلصوا على ادم اللي كان نايم بقاله 5000 سنة وصحى فجأة، وبتقوله يجمع لها فريق علشان يخلصوا عليه، فبيقولها على اعضاء الفريق اللي هم ماسكين واسمها سايكلون برضو، ودي بيكون عندها قوة تلاعب بالرياح وبتفهم في الكمبيوتر برضو. وفي واحد تاني اسمه روستين بيكون وارث قوة خارقة من عمه، واخر واحد كنت بيكون عنده قوة سحرية بيقدر يشوف حاجات في المستقبل. وبعدين بيقولها جهزي الزنزانة بتاعت آدم، وبتقفل المكالمة وبياخدوا السفينة الفضائية بتاعتهم وبيطلعوا على كنداك. وبعدين آدم بيكون فاق في بيت أدريانا وابنها بيتكلم معاه وبيبدأ يحكيله على اللي هو عمله زمان والأسطورة بتاعته. وآدم بيتضايق لما بيعرف إن أدريانا هي اللي صحته من النوم اللي كان بقاله 5000 سنة، وابنها بيقوله إن كنداكا محتلة وإن هو البطل اللي هيحررها علشان كده أمه صحته من نومه. وبعدين بيطلع آدم يطير في المدينة وبيروح عند التمثال بتاعه وبيقف قدامه وبيفتكر أجزاء من حياته زمان، وبيروح ورا ابن أدريانا وبيشوف هناك الشرطي اللي عمل معاه مشكلة قبل كده، فبيعمل معاه مشكلة تانية وبيهرب منه، ولكنه بيتمسك في الآخر وبتيجي أمه علشان تاخده، ولكن الشرطة بتتعرف عليها وإن هي اللي سرقت التاج
ومطلوب القبض عليها، ولكن بيوصل آدم وبيخلص عليهم كلهم. وفي الوقت دوت بتوصل السفينة الفضائية بتاعت كارتر، وبيكون آدم طاير في الجو فبيشوفوه وهو كمان بيشوفهم، وبينزل كارتر وكنت من السفينة بقوتهم الخارقة طبعا، وآدم بيفتكرهم من العصابة اللي محتلية كنداك، وهم بيقولوا له ان هم فرقة العدالة وجايين علشان يحققوا السلام في كنداك. وبيدخلوا بقى في الخناقة وبيحاول آدم يدمرهم بقوته ولكنهم بيصدوه، وكنت بتختفي بقوته وكنت بتختفي بقوته برضه هو وكارتر. بعدين بيظهر كارتر طاير ناحية آدم بسرعة وبيديله بوكس في وشه وقع على الأرض، وبيبقى كارتر عارف ازاي يرجع آدم لنومه تاني، وهي ان هو آدم ينطق كلمة شازام، ودي نفس الكلمة اللي استخدمتها أرديانا علشان تصحيه من نومه. ولكن آدم بيمسكه وبيديله ضربة كده بقوة البرق، وكارتر بيستدعي روستين من السفينة هو وماكسين وبيتكاتروا عليه وماسكين بقوة الرياح بتاعتها بترمي عليه عواميد حديدية كبيرة ولكنها ما بتأثرش فيه وبيتخلص منها. وكارتر بيمسك عربية وبيحاول يرميها عليه، ولكن آدم بقوة البرق بتاعه بيحرقها وبيهزمهم لحد لما بيجي روستين بالقوة بتاعته اللي بتحوله لراجل خارق عملاق، بينزل بإيده على آدم يصفعه، ولكن آدم بيحرر نفسه من تحت إيده وبيضربه بوكس جامد في وشه وقع على الأرض فاقد الوعي. وبيهتف الناس لآدم يعيش البطل ويطير لمكان كده هنعرفه كمان شوية. وبعدين كنت وكارتر بيروحوا لأدريانا لأن هم شاكين إن هي معاها التاج، وبيفتشوا شنطتها ولكن هي ما بيبقاش معاها حاجة، وبتقول لهم إن آدم هو بطل كنداك وهو اللي هيحررها من الاحتلال اللي بقاله 27 سنة، ولكنهم بيقولوا إن زمان غضب آدم كاد إن هو يدمر كنداك، وإن هما موجودين هنا علشان يمنعوا دوت يحصل ويحبسوا آدم. وبيكون آدم واقف عند التمثال بتاعه، وبتروح له أدريانا وبتقول له إن جماعة العدالة عايزين يتكلموا معاك. وبنعرف ان آدم زمان قوته زادت بشكل كبير واتغر بسببها، وغروره دوت كان هيدمر كنداك، فاضطر السحرة ان هم يحبسوه علشان ينقذوا البشرية منه، وادريانا حررته من سجنه مش من نومه. ودلوقتي هو راجع علشان ينتقم، وبيقول لأدريانا ان هو هيتكلم معاهم ولو اضطر للقتال هيتقاتل معاهم. وبعدين بنشوف امون ابن ادريانا راجع البيت علشان يطمن على التاج، وبيلاقي هناك اسماعيل اللي بياخد منه التاج تحت تهديد السلاح، ولكن خاله كريم بيتشابك مع اسماعيل، وامون بياخد الشنطة اللي فيها التاج ويهرب بسرعة. وبعدين اسماعيل بيتصل بالعصابة بتاعته وبيقول لهم يدمروا المبنى. وبعدين بنروح لجماعة العدالة وآدم اللي بيتفاوضوا على السلام، ولكن هم عايزين ياخدوا آدم سجين معاهم، ولكن آدم ما بيوافقش وهيبدأ القتال معاهم. ولكن امون بيتصل بأدريانا وبيقول لها ان اسماعيل ضرب خاله بالنار وبيدور على التاج وان هو مستخبي في البيت، والعصابة بتاعت اسماعيل وصلت هناك علشان تدور عليه. فأدريانا بتقول لآدم ينقذ ابنها وبتترجاه، فبيطير بسرعة على هناك وبيقتل واحد منهم، ولكن اسماعيل بيخطف أمون في الدراجة البخارية بتاعته ومعاه باقي العصابة بدراجاتهم، وبيطير وراهم آدم وبيتضمنوا كمان العدالة. ولكن كارتر بيقول له ان هم يدوروا على الطفل من غير ما يأذوا الناس، لأن آدم بيكون بيأذي الناس اللي تحت وبيدمر الدراجات. وبنشوف قتال في الجو فوق البحر، وآدم لما مش بيلاقي أمون في الدراجة بيدمرها هي وصاحبها، وبيروح يدور عليه في الدراجة بعد لما بيوقعها في أرض زراعية، وبيقتل الراجل اللي كان سايقها ولكن ما بيلاقوش برضه. وبنشوف أمون مع إسماعيل وهو خاطفه في عربية وبيهرب بيه. وبعدين بيروح كنت الكريم اللي بيكون اتصاب برصاصة من إسماعيل وبياخده علشان يعالجه وبيتعالج فعلا. وبعدين كارتر بيجيب 2 من رجالة إسماعيل علشان يستجوبهم، وبيعرف منهم مكان أمون وبياخدهم آدم وبيطير بيهم بره علشان يعرف منهم مكان أمون. ولما الأول مش بيرضى يتكلم بيرميه، والتاني بيقوله ان امون في مكان تبعهم في الصحراء فبيرميه هو كمان، ولكن كارتر بينزل ينقذهم. وبعدين بيبقى متضايق من ادم لانه قاعد يقتل في الناس، فبيقول له ادم ما هم عايشين اهم. بيرد عليه كارتر وبيقول له علشان انا انقذتهم، وبيقول له ادم ما انا عارف انك انقذتهم علشان كده رميتهم. وبيضربوا في بعض وضربه من ده على ضربه من ده لحد لما بيضرب ادم ايده في الحيطه، وبيكتشف ان امون كان مخبي التاج ورا الحيطه، وبياخدوه يفكروا في طريقه للتخلص منه. ولكن ادريانا بتقول لهم ان هي الحاجه الوحيده اللي العصابات عايزاها منهم، وعلشان كده لازم يخلوه معاهم لحد لما يرجعوا ابنها. وبيحاول كارتر ان هو ياخد منها التاج، وبيقول لها هنلاقي طريقة تانية لإنقاذ ابنك، لكنها مش بترضى تديله التاج، وبتقوله ان هو هيفضل معاها لحد لما يلاقي ابنها. وكمان بتقوله ان هو هيبقى مع ادم كتيم وورك، اللي هما مش طايقين بعض اصلا، عايزين يخلصوا على بعض. وبعدين كارتر بيوجه السفينة على المكان اللي في الصحراء اللي فيه اسماعيل وامون. هتقول لي عارف المكان ده منين؟ هقولك لان ادريانا عارفة المكان ده، واكيد هي اللي قالت له عليه بعد ما عرفت ان هما في مكان في الصحراء تبع اسماعيل. والمكان دوت بيكون اسمه جبل الحدية، وبيحطوا الخطة اللي هيقتحموا بيها المكان. ولما بيوصلوا بيلاقوا اسماعيل عامل حصن كبير من مادة الارتينيوم علشان ما يعرفوش يخترقوها، وبيهددهم ان هو عايز التاج ولا هيقتل امون. وبتطلع ادريانا
التاج علشان تديهوله، ولكن كارتر بيحاول يوقفها وادم بيمنعه. ولما بياخد اسماعيل التاج بيقول له ان هو حقه رجعله، وان هو من نسل الملك اكتون اللي قلنا عليه في الاول وان هو هيكون ملك كنداك الجديد ويضرب النار على امون. وبعدين بتشوف لقطه كانها جايه من فيلم هندي كده، ادم بيطير لحد الرصاصه وبياخدها في ايده وبينقذ امون، وبتطلع قوه انفجار كبيره في المكان. ولما بتخلص بيكونوا كلهم عايشين وامون اتصاب، والتاج بيكون تحت الانقاض اللي حصلت من الانفجار. وبعدين بيطلع ادم لبره فبيروح ورا كارتر وبيعرف منه حكايته، وان هو كان راجل عادي زمان، وان الولد اللي لقى الحجر وكان هيتعدم كان ابنه، ولكنه راح للصحراء قبل لما يموت زي ما شفنا وبقى عنده قوه خارقه. والملك ساعتها عدم مرات ادم قدام عينه وكان هيقتله هو كمان، ولكن بيجي ابنه ساعتها ويقول له قول كلمه شازام وبيديله القوه اللي اخدها علشان يفضل عايش. وبقى الولد من غير قوه، وساعتها رجاله الملك عطوه سهم في قلبه كده ومات. وادم انتقم من كل اللي كانوا السبب في موت ابنه. وبعدين بيقول لكارتر ان هو هيتخلى عن القوه ديت دلوقتي، وبيقول كلمه شازام وبيرجع لهيبته تاني زي اي راجل عادي. بعدين بيشوفوهم كلهم بقى بينزلوا بالسفينه محطه سريه تحت المحيط، وبيحطوا ادم في كبسوله وبيقفلوا عليه وبيملوا الكبسوله بالميه علشان ما يعرفش يتكلم ويقول كلمه شازام تاني ويرجع القوه بتاعته تاني. وبيطلعوا بالسفينه من المحيط، وبعدين كنت بتكون الخوذه بتاعته بتقول عن حاجات هتحصل في المستقبل، وبيقول لكارتر ان هو هيموت في معركه في المستقبل. وبنشوف ادريانو وماسكن وبيلاقوا كتابه على التاج الحياه هي السبيل الوحيد للموت، لكن هما بيكتشفوا ان هي مقلوبه، والصح بتاع ان الموت هو السبيل الوحيد للحياه، وان اسماعيل كان عامل كده قاصد علشان يخلي ادم يموته ويوصل لمكان سحرة الشيطان وياخد القوه بتاعتهم. وبيقول كلمه سباك وبياخد القوه بتاعت سباك ده بيكون شيطان، وبيطلع يهاجم السفينه بتاعت جماعه العداله وبيحاولوا يتصدوا ليه طبعا، ولكنه بيكون اقوى منهم جدا. وبيروح كنت علشان يهاجم اسماعيل لوحده، لان هو اساسا شافه في رؤيته للمستقبل ان هم هيكسبوا المعركه ديت، ولكن واحد منهم هيموت اللي هو كارتر يعني. وبيضحي كنت بنفسه وبيروح يواجه اسماعيل اللي هو سباك يعني، وبيبقى في نفس الوقت بيحاول يصحي ادم علشان يجي يحارب معاهم. وبيصحى ادم فعلا وبيضرب الحراس، ولكنه بيبقى فيه ماسكه على بقه فبيبقى مش عارف يقول كلمه شازام علشان ترجع له قوته تاني. وبيوصل جماعه العداله لسباك في الوقت اللي بيكون قتل فيه كنت. وبنشوف ادريانا وامون في طريقهم لسباك برضه، ولكنهم بيخلوا جيش من الموتى يهاجمهم وبيخلصوا عليهم. وامون بيخلي كل الناس اللي في المدينه تعمل العلامه ديت اللي بترمز لحريه كنداك. وادم بيكون غرقان في الميه بيفتكر مراته وابنه وبيقول كلمه شازام وبيحصل انفجار في المحيط وبترجع له قوته، وبيروح علشان يقتل سباك وبيبداوا معركه الخير ضد الشر. وبينجح ادم بمساعده كارتر ان هو يفلق سباك نصين. على الناحيه التانيه بتكون ادريانا وامون وكل اهل كنداك بيواجهوا جيش الموتى وبيهتفوا باسم كنداك الحره وبيتجمعوا، وجماعه العداله بتودعهم ويمشوا. وبيطلع ادم على اعلى مكان في المدينه والناس بتهتف باسم بطل كنداك. وبعدين بتشوف في اخر حته في الفيلم وهي بتحذر ادم من الخروج من كنداك، ولكنه بيقولها ان مفيش قوه على الكوكب تقدر تقف قدامه. وبيقفل المكالمه معاها وبيظهر سوبرمان قدامه ويقول له ان هو عايز يتكلم معاه. وبيخلص الفيلم هنا، واكيد هيبقى ليه جزء تاني. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على الانستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامه.